السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لأسعار العملات المصرية القديمة، هنكمل كلامنا عن الشيلين المصري المطلوب اللي معظم المحلات والتجار بيدوروا عليه. أصحاب المزادات بيبحثوا عنه في كل مكان. الشيلين ده فيد واستفيد، اللي بيشيله بيستفيد واللي بيشتريه بيستفيد واللي بيبيعه بيستفيد، لأنه مطلوب جدا ونادر جدا. معظم الناس بتدور عليه في أرجاء مصر كلها. بيسموه شيلين الدولة المصرية، هو حقيقة هو شيلين الدولة المصرية. ال5 قروش الورق بيحمل نفس الوجه اللي حضراتكم شايفينه ده، و5 قروش، وهنا 5. الشيلين ده بيعمل من 40 ل 60 ألف جنيه، بس بشرط واحد. هو شرط وحيد المطلوب فيه: أولا لازم يكون مكتوب هنا الدولة المصرية بدل من كلمة جمهورية مصر العربية، لأن لو مكتوب جمهورية مصر العربية زي اللي في إيدي ده بيبقى قيمته من شيلين ل5 جنيه، من جنيه ل5 جنيه، ملوش أي قيمة في السوق. لكن مجرد وجود كلمة الدولة المصرية ده بيعمل فلوس. الشيلين ده تم إصداره بالقانون رقم 50 لسنة 1940، وتم إصداره على مراحل متعددة قبل الثورة في عهد الملك وما بعد الملك لحد فترة قريبة جدا، وبعدين بدأ ينقرض ويتمنع وبقى من الذكريات. شيلين الدولة المصرية أهم شرط فيه يبقى مكتوب هنا الدولة المصرية، وتبقى حالته كويسة. وبقول حتى لو حالته نص نص بيتباع ويجيب فلوس. العملة الوحيدة اللي بتجيب فلوس على حالتها أيا كانت، أهم حاجة ما يبقاش مقطوع ولا ملزق ولا الكلام ده. دور فتش الدولة المصرية، هتكسبك 50 ألف جنيه. الدولة المصرية لو موجودة معاك هتبقى البريمو، هتكسب. دور وفتش في جيوبك، في دولابك، عند جدك، عند جدتك، إن شاء الله تعثر عليه. تابعونا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور، وعلى اليوتيوب اسم القناة محمد حكيم بورسعيد. وفي فيديو نازل قوي جدا ان شاء الله بكرة او بعده عن العملات اللي بتحمل وجه النسر، يعني حضرتك هتقارنها. ده هيبقى موجود على اليوتيوب، وبكرر اسم القناة محمد حكيم بورسعيد. وبالتوفيق للجميع، واشكركم واشوفكم على خير.